نعم. الوقت فيروز هي تقول باللي بالنسبة لصلاة الفجر نعم كاين أوقات ما تصليهاش في الوقت. أولا نذكرها بواحد الآية في القرآن الكريم، رب يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يعني كل صلاة عندها وقتها، وقتها الاختياري، وقتها الضروري. وهذه موجودة في كتاب مثلا كتاب الموطأ، موطأ الإمام مالك. أول باب، أول فصل اللي بدأ به الموطأ باب وقوت الصلاة، جمع كثرة، وقوت ما قالش أوقات، وهذه فيها معاني عظيمة جدا. كل صلاة عندها وقتها. طيب هي تقول إذا كان فاتها صلاة الفجر على 10 نتاع الصباح مثلا، قالوا لها باللي تقضي غير الصبح معناتها الفرض. أما الرغيبة، رغيبة الفجر، فلا تقضى. الجواب تقضى إلى غاية الزوال. نوطي على 8 على 9 على 10 على 11 على 11 ونص، الوقت كامل تقدري تقضي في زوج. تقضي رغيبة الفجر كيما تقضي صلاة الفرض اللي هي صلاة الصبح، معنى اللي دو تقضيهم في زوج. إذا كان بعد الظهر خلاص بعد ما الزوال تولي تقضي غير الفريضة. الفريضة لا تسقط، صلاة الصبح يعني الفريضة أو صلاة الفجر، هي صلاة الفجر الحقيقة لا تسقط، تقضيها بعد يوم، بعد 10 سنوات، بعد 20 سنة، هذيك لا تسقط. أما الرغيبة هذيك يعني السنة هذيك نتاع ركعتين، هذيك تصليها فقط ماشي وقت الشروق، كي تطلع الشمس، كي تطلع الشمس يعني بعد تقريبا 20 دقيقة تقدري تقضي الصلاة الراغبة نتاعك وصحيحة إن شاء الله تعالى ولا شيء عليك.